تجري هذه الأيام في اللاذقية وبعض قراها عمليات تصوير مسلسل ذاك الحنين من تأليف جمان النعمان وإخراج علاء الدين الشعار ومن إنتاج القناة التربوية السورية. الزملاء في مركز اللاذقية قاموا بزيارة لموقع التصوير وعادوا بالتغطية التالية. ذاك الحنين مسلسل من تأليف الكاتب جمان النعمان ومن إنتاج الفضائية التربوية، والعمل يتناول قصة مجموعة من الأطفال بيفقدوا أبويهم بحادث سيارة، وبالتالي بيصير هناك تكاتف من قبل الجيران وبيصير هناك مغامرات كتير. والحقيقة هو في دلالات اجتماعية جميلة، هو عملية تعاون الأهل والجيران والمدرسة والجهاز التربوي في عملية تخفيف عبء هذا الحزن عن هذه الأسرة لفقدت والديها. إضافة لذلك هن متفوقين دراسيا فبيتعرضوا لمغامرات متنوعة، خاصة أنه مثلا الشاب مياس، الفتى مياس بارع بالحاسوب، وبالتالي بيتعرض لمسألة الخطف من قبل طلاب الثانوية من أجل الأسئلة وغيرها، دخول لأنظمة المدرسة. إضافة لذلك هناك جدي في الريف. طبعا أنا ما ذكرت أنه هؤلاء الأطفال ليس لديهم أحد إلا سوى خال في أستراليا، وجدي طبعا مو مباشرة إنما هي قريبة الجد، فبالتالي يعني بيصير عملية البحث عن هذه الجدة بحيث لا يبقوا وحيدين كي لا يتعرضوا إلى ميتم وغير ذلك. فبالتالي يعني هناك تلوين في القضايا والمشاكل، وبعتبر أنه هالعمل ذاك الحنين من المسلسلات النادرة على مستوى الوطن العربي اللي بتناول مشاكل الفتيان والأطفال معا ضمن مجموعة من الأطفال البارعين جدا، وراح تشوفون قديش لهم حضور جميل. وهذا ممكن يكون مدخل، يعني حضرتك بهذا العمل معك فنانين نجوم وبنفس الوقت أطفال، فكيف عم بيكون يعني هيك التعامل مع الأطفال والتوجه لهم؟ الحقيقة معي ممثلين نجوم مثل الفناني صباح الجزائري والأستاذ زهير رمضان وجرجس جبارة ومانيا النبواني وريم عبد العزيز، أكرم الحلبي وليلى جبر يعني أحيانا ذاكرته ما بتسعفوا، إضافة لمجموعة من الأطفال ولأول مرة يقفوا أمام الكاميرا فعلا ملفتين للنظر، وخاصة أنه العمل يتحدث باللغة العربية الفصحى، فبالتالي في هناك يعني ما في شك في دقة في عملية المتابعة، والأطفال فعلا بارعين في عملية تجسيد هذه الشخصيات اللي عم يتناول العمل. دوري أم نورس هي اللي مساعدة الجدة بالبيت، يعني ساعدها بأمورها البيتية، وكمان صارت حبوبة الأولاد اللي تكون بين الجدة وبين الأولاد. كمان عم تكوني فيه عراقية يعني ولا لا؟ عم باللغة العربية الفصحى. بالفصحى. نعم. مو شرط انه تكون الى مبرر درامي. لا باللغة العربية الفصحى. كيف شفتي التجربة وكونه العمل يعني كبار وصغار؟ والله التجربة مع الصغار حلوة، أنا بحبها لأن أنا كلش مقربة للأطفال، بحبها يعني كثير. وإضافة إلى النجوم، وأني أشكر طبعا القناة السورية وأشكر الدكتور علاء الدين الشعار والنجوم المشاركين هنا بتاحت الفرصة للعمل وياهم. والله دوري بالمختصر مغترب خال للأولاد، بعد بيسمع وفاة أخته فبيجي على البلد مشان ياخذهم للأولاد، لأنه يبدو هو باعتقاده أنه ما في حدا خلفهم، فبيجي لحتى ياخذهم معه على أستراليا. الأولاد يبدو انتماء للوطن وانتماء، وخاصة علمتهم الجدة يبدو وعلمتهم الحياة وعلمهم الوطن أنه ينتموا له بشكله الحقيقي وبشكل الصح، فبيرفضوا الروحة مع خالهم. هاي هي كل الفكرة عن دوري. ودور الخوري هو دور إنساني جدا، بيهتم كتير بهدول الأطفال وبطلعهم عند الجدة وبيتابع
حياتهم وتربيتهم ومدرستهم ومشاكلهم. شخصية ظريفة جدا، شخصية الأب عيسى. نحن كتير حلو من خلال الدراما أنه نتوجه بهيك مقولات يعني، فكيف بيتكرس هذا الشيء بالعمل؟ أنا من وجهة نظري أنه الدراما هي حالة تعليمية، وتوجهنا للأطفال فهو بشكل عام يعني الحالة التعليمية اللي فيه هي عملية تكريس، والشريحة الأكبر اللي راح تشوف هذا العمل هي الفتيان أو الأسرة بشكل عام. أكيد راح يترك عندهم انطباع جميل هذا الجو العام اللي موجود في العمل حول الحنين والحالة الإنسانية وتقوية الأطفال على أن يحسنوا يشقوا حياتهم وطريقهم ومستقبلهم بشكل سليم دون أي عقد له علاقة بوفاة أمهم وأبوهم، وأنه الحياة ما وقفت عند وفاة أمهم وأبوهم، المجتمع كله اهتم فيهم. شيء مهم جدا راح يتكرس أكيد من خلال العمل. التجربة كانت كتير حلوة، إنه كتير دوري إنه واحد من العائلة اليتيمة معه شلل بإجره، عازف كمان، فبده يقضي حياته مثل إخواته ويعيش إنه على طبعه. يتجاوز محنته يعني. لازم يتجاوز. ودوري إنه نحن بالعائلة بيكون ميتين أهلنا، فإنه بدنا نجرب إنه بدنا نفرجوكي إنه كيف إنه بيتعاون معنا كل الحي والجيران والمجتمع، يعني الكل بيتعاون معنا. بعدين إنه بنروح عند الجدة، أنا بيكون معي ربو، بيروح أول شيء صوتي من الصدمة لأنه بيموتوا أهلنا، بعدين بيرجع صوتي لأنه بينخطف أخوي وبيرجعوا جارنا كمان، بيرجع لعنا أخوي. بعدين إنه بنعيش عند الجدة حياة سعيدة بس شوي يعني صعبة. أخذ دور مياسة. هي مياسة البنت اللي بتفقد أهلها، فبتلاقي حالها فجأة هيك بعد ما كانت عايشة عيشة حلوة يعني مع أهلها وإخواتها، بتلاقي حالها فجأة يعني مسؤولة عن عائلتها أخواتها الصغار، كيف تربيهم، يعني كتير بتكون حاسبة حساب المستقبل. فبتلاقي إنه الجيران يعني بيصيروا مثل الأهل، بيصيروا يساعدوها، بيصيروا إنه ما يخلوها تحتاج شيء. مياسة دور صعب هو كتير ودور طويل يعني من أدوار البطولة، فإنه بيحكي عن إنه لازم كتير بنت مثالية تكون، يعني إنه بنت قليلة تكون بهالمجتمع عنا. أخذ شخصية مياس اللي هي الشخصية العنيدة الشاذة يعني بين العائلة، الحاكم يعني بين الأعمار المتوسطة دائما، وحتصير يعني دائما المشاكل بيني وبين أختي، وحيصير لي يعني القصة انه بتصير لي كتير جرح، بصير جرح الي من رفيقي بالمدرسة بيقول لي انه ميتم وما ميتم، وبعدين بتصير مشكلة انه بنخطف من شلة عصابة من المدرسة، والسبب الاختطاف اني انا ذكي كتير بالكمبيوتر على المسلسل، فكل انه بدهم اني اسرق مجموعة اسئلة من الامتحانات مشان اعطيهم، وطبعا ما بيصير بحرروني وبفضل الشرطة وهيك.